مساء الخير على الجميع. انتهت منذ دقائق قليلة مباراة منتخب مصر أمام منتخب كاب فيرد أو منتخب الرأس الأخضر، بفوز منتخب مصر بضربات الجزاء الترجيحية وحصوله على المركز الثالث في بطولة كأس العين الدولية اللي بتضم 4 منتخبات، وهي أوزبكستان وإيران ومصر والرأس الأخضر، بعد هزيمة المنتخب المصري في المباراة الأولى 2-0. طبعا هي بطولة ودية في المقام الأول، حصة تدريبية بيقف فيها كل مدير فني على أفضل التشكيلة وأفضل العناصر الموجودة، ولكن بالأداء اللي احنا شفناه ده، بالروح الغايبة عن منتخب مصر، مفيش عزيمة، مفيش رجولة، مفيش أي حماس، مع إن الكابتن حسام حسن هو ملك الحاجات دي كلها، ولكن كما فقد المنتخب هويته أيضا فقد الكابتن حسام حسن الكثير والكثير من الصفات اللي كان بيحملها في جيناته، وهي الروح والرجولة والحماس والعزيمة وكل حاجة. شفناه منتخب متواضع، منتخب هزيل، منتخب بيلعب امام فرق صغيره ليس لها باع كبير في كره القدم، بيلعب باداء متواضع، اداء لا يبشر بخير ولا يطمئن بالنسبه لحظوظنا في كاس الامم الافريقيه القادمه في المغرب. وما ادراك ما المغرب، وخاصه ان البطوله بتقام على ارضها، يعني هيبقى في نديه كبيره جدا جدا جدا. واعتقد بالاداء ده والمستوى ده ان المنتخب المصري مش هيروح بعيد في كاس الامم الافريقيه اللي جايه، لان المنتخب بتاعنا منتخب اسماء فقط، منتخب اسماء فقط. زي ما قلت لك، فقد الروح والعزيمه والاصرار والحماس، كل ده ما شفناهوش الا في بعض فترات الشوط الثاني اللي في معظمه كنا بنلعب فيه على الهجمه المرتده. تخيل منتخب بحجم منتخب مصر بيقابل فرق ليس لها اي تاريخ في كره القدم، ليس لها اي باع كبير في كرة القدم، وبيلعب على الهجمة المرتدة. الاستحواذ في المباراة الأولى وفي المباراة الثانية كان في بعض الأحيان أو في معظم الأحيان كان للفرق الثانية. أنا مش عارف يعني إيه اللي وصل المنتخب لأن هو يوصل للحالة اللي هو عليها كده، يعني حالة غير مطمئنة وغير مبشرة بالمرة. وطبعا احنا عندنا كاس الامم الافريقية خلاص اقل من شهر وهتبدأ، فياريت يكون عندنا استعداد قوي، ياريت يكون في عدالة في اختيار اللاعبين. كابتن حسام ما تعتمدش على الاسماء، احنا منتخب لحد النهاردة منتخب بالاسماء فقط، يضم بين جنباته لعيبة كبيرة جدا، لعيبة عظيمة، ولكن مش دي كرة القدم. كرة القدم إذا هتلعب بالأسماء لا خلاص، يبقى في ناس تاخد كأس العالم وهي قاعدة من غير ما تلعب. ولكن كأس العالم كرة القدم 11 لاعب امام 11 لاعب، 11 راجل امام 11 راجل. سيبك بقى من الاسماء والحاجات دي، لازم يكون في عدالة في الاختيار مهما يكن، اهلاوي زملكاوي اسماعيلي، افضل العناصر تنضم. سيبك بقى، مش لازم نشوف ابيض واحمر والاصفر، لا، تغاضى عن الالوان وركز في مصلحة المنتخب. المنتخب بالشكل ده منتخب غير مطمئن ولا يبشر باي خير. نيجي للقطة التانية، لقطة كابتن الشناوي. الشناوي محدش يقدر يختلف عليه، حارس كبير جدا مع تذبذب مستواه في الفترة الأخيرة، ولكن محدش يقدر يختلف إن الشناوي حارس كبير. ولكن اللي عمله الشناوي النهاردة يعني خطأ لا يغتفر، غلطة وسقطة في حق كابتن محمد الشناوي. انت مهما يكن في تغيير خلاص اتفضل، ده قرار المدير الفني، اطلع. مش لازم تعترض، مش لازم يعني تبين ان انت متضايق، خصوصا ان اللي نازل ده زميلك في النادي وزميلك في المنتخب، يعني ملهاش اي داعي ولا هي اي قصة. عملت قصة وعملت خناقة بدون اي سبب، والراجل نزل واجاد، يعني الراجل نزل مش بس نزل، ده نزل واجاد، شال ضربتين وضربتين ضاعوا. يعني الراجل عمل اللي عليه وزياده، عمل اللي عليه وزياده. انت مش مميز في ضربات الجزاء يا كابتن شناوي، انت والراجل شايف ان في حد تاني مميز، خلاص شكرا، امتثل لامر المدير الفني واخرج. انما اللي احنا شفناه ده لا، ده ما يطلعش من لاعب بحجم كابتن الشناوي، كابتن النادي الاهلي، راجل يعني مش عايز اقول لك قيمه وقامه
في النادي الاهلي، كابتن النادي الاهلي. لا ما ينفعش باي حال من الاحوال، ما ينفعش اللي حصل ده، ما ينفعش. ولا يعني لازم يكون في عقاب شديد. انا راجل اهلاوي، بس اللي حصل من كابتن الشناوي غير مبرر تماما، ولازم يكون في وقفه وعقاب مع كابتن محمد الشناوي في اللقطه دي، خصوصا ان شوبير حارس واعد، وكلنا عارفين ان شوبير حارس كويس جدا. سيبك بقى من اللي بيقعد يقول لك لا حارس بالواسطه وحارس عشان ابن شوبير، لا مصطفى شوبير حارس كويس جدا والله يا جماعه. مصطفى شوبير انا ما انسالوش 2024 لما شال النادي الاهلي في بطوله افريقيا. ما حدش يقدر ينكرها، ما حدش يقدر ينكرها، ان لولا مصطفى شوبير وتألق مصطفى شوبير النادي الاهلي على الاقل على الاقل كان خرج من دور نص النهائي. وكلنا شفنا مصطفى شوبير كان عامل ايه في البطوله دي، ومستواه اللي كان بيؤهله ان هو يكمل، ولكن بعد عوده الشناوي ورجع وقف وحمى عرين النادي الاهلي. فانتوا الاثنين لعيبه كبار، ما يصحش اللي حصل من كابتن الشناوي، لازم يكون في وقفه وعقاب. نروح على موضوعنا الثالث وهو موضوع وسام ابو علي. كنت قبل 15 يوم قلت لك ان في عوده وسام، قبل ما الكل يكتب في الموضوع او الكل يتكلم عن الموضوع. قلت لك ايه السبب ان وسام عايز يفتح خط تاني مع النادي الاهلي علشان يرجع، وقلت لك ان السبب ان هم هناك في بس 3 لعيبه ولاعب مستثنى ان هو ياخدوا اعلى رواتب. هم مقتنعين بالثلاثه اللي موجودين هناك، ولو فكروا في بيع واحد دول على في واحد من الاربعه اللي موجودين هيفكروا في وسام ابو علي، لان الثلاثه المدير الفني لنادي كولومبوس كرو مقتنع تماما بالثلاثي اللي موجود دلوقتي، فهيكون التفكير في وسام. وشفنا وسام وتلميحات وسام والصور اللي نزلها وسام عبر ستوري انستجرام، وشفنا فيه ان هو حاطط اهدافه مع النادي الاهلي وصوره ليه مع جماهير النادي الاهلي. ولكن انا مع يعني ضد عوده وسام ابو علي باي شكل من الاشكال. لاعب اصر على الرحيل في وقت حساس جدا جدا جدا، انت كنت عايزه في الفتره اللي فاتت اشد الاحتياج، ولكن اللعيب ما قدرش ده. واللعيب اللي ما يقدرش ظرف بسيط جدا في فريقه او في النادي الاهلي على وجه الخصوص، لا ما يلزمناش مهما يكن حجمه ومهما يكن تألقه. انت ممكن يرجع لك وسام ابو علي عادي، بس مش هيبقى وسام ابو علي زي الاول. لا الناس برضو مش هتنسى اللي عمله، مش هتنسى الطريقه اللي مشي بيها وسام ابو علي مهما كان نجوميته ومهما كان لاعب كبير. ويمكن يرجع لك مش هو وسام ابو علي، يمكن يرجع مستواه مش متذبذب، مش هو وسام ابو علي اللي احنا نعرفه. انت مش هتجيب اللاعب، انت جربت اللاعب فتره اولى، ولكن اللاعب سابك ومشي، انت ما تعرفش ايه الظروف اللي مر بيها اللاعب ده، ايه اللي حصل له، هل مستواه ثابت، هل مستواه تذبذب، هل هو وسام ابو علي بتاع الفتره الاولى. ولكن انا شخصيا رايي الشخصي ضد عوده وسام والبحث عن لاعب بامكانيات مختلفه، بامكانيات ممكن تشبه وسام او ممكن زياده عنه، حتى لو هتدفع فيه مبلغ كبير فهو يستاهل ادام عنده الامكانيات دي. اخر حاجه موجوده معانا النهارده وهو اللاعب كاظم، لاعب النادي الاهلي للشباب، وهو موهبه تبشر بكل الخير، موهبه كويسه جدا. لاعب استلامه كويس جدا، احرز هدفين في نادي الزمالك وصنع الثالث لزميله الافريقي برضو. كاظم استلامه للكوره هايل جدا، بيعرف دريبلر رائع في الكوره، بيعرف يعدي من واحد لواحد. يعني انا يعني شفت مقتطفات للاعب ده، اللاعب ده مبشر جدا جدا، ولازم نستفاد منه ويصعد للفريق الاول على فترات قريبه، ياخد ماتشات مع الفريق الاول، مع الفرق اللي ممكن يعني خلاص حسمت مبارياتها بدري، تقدمت بهدف واثنين وثلاثه، تقدر تديله تستفاد منه، تديله دفعه معنويه ان هو يطلع احسن ما عنده. اللاعب ده لو اديته وخد اجواء المباريات هيبقى لاعب كبير جدا جدا ولاعب عظيم. نيجي على خبر مضحك جدا 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 من الكابتن عمرو الدرديري. عمرو الدرديري قال لك ان المدير الفني لمنتخب البرازيل، الله اعلم هو عارف ان انشيلوتي ساب ريال مدريد ولا راح منتخب البرازيل، قال لك ان هو بيتابع خوان بيزيرا. خوان بيزيرا طيب هو بيتابعه ليه؟ عشان يضمه للمنتخب يعني؟ تقصد كده؟ يعني هو بيتابع خوان بيزيرا عشان يضمه للمنتخب؟ يا كابتن عمرو افيق من سباتك ومن نومك ومن غيبوبتك، الله يكرمك، وروح عند حد يعالجك. انت عايز تتعالج يا استاذ عمرو، والله بجد دي نصيحه ابن صغير ليك، بقول لك انت عايز تتعالج، انت تعبان،
انت تعبان، افضل ليك تروح تتعالج، افضل ليك تروح تتعالج. سلام عليكم.